أسعد الله مساكم أصدقائنا. الله يحييكم جميعا ومشكورين على المتابعة في قناة لولو وسلمى، ومشكورين لتفاعلكم الممتاز بأمانة، وخصوصا آخر فيديوهات اللي بتخص غزة وأطفال غزة. ألف شكر للمتابعة الدائمة وللتعاطف. طبعا أكيد ما راح أشكركم على التعاطف، لأن هذا الموضوع يعني أكيد يعني ما في عليه شكر، لأنه الجميع متعاطف مع أهل غزة ومع أطفال غزة، وجميعنا بندعي لأطفال غزة إن شاء الله. إن شاء الله ربنا يحميهم وتنتهي المأساة إن شاء الله بأقرب وقت إن شاء الله رب العالمين. طبعا شوي اليومين الماضيين ما كان في تفاعل أو ما كان في نشاطات في قناة سلمى ولولو. شوي كان انشغال في المدارس، وما كان في مجال بأمانة لحتى نعمل فيديوهات أو لايفات. إن شاء الله قريبا نعمل الفيديوهات. بخصوص الموضوع اللي حكينا فيه بالثلاث أربع أيام اللي كتبت بخصوصه شورت بالمنتدى. طبعا أنا آخر 4 أو 5 شورتات على القناة كانت بتخص أطفال غزة، كانت بتخص المأساة اللي صايرة بغزة. طبعا هذا الموضوع أي شيء بيخص أطفال غزة طبعا يعني مؤثر، وأعتقد الجميع بيتعاطف معه من كل الجنسيات ومن كل الأديان ومن كل، يعني موضوع بصراحة مؤلم جدا، خصوصا اللي بيصير بأطفال غزة وبنساء غزة، واللي صاير الحرب والعدوان اللي صاير هناك. هاي الفيديوهات طبعا أكيد كان عليها إقبال عالي، ويعني من الدقائق الأولى من النشر كان عليها إقبال جدا عالي، من ناحية الفيوز، من ناحية اللايكس، من ناحية الشيرز. كانت كتير التفاعل قوي من الجمهور طبعا اللي موجود في القناة واللي خارج القناة. طبعا مع الأسف الجمهور اللي موجود في القناة السبسكرايبرز كان ضعيف تفاعلهم، ما بعرف شو الأسباب، بس كان التفاعل جدا قوي من ناس مش موجودة في القناة. المهم، بعد ما تم نشر هاي الشورتات، بأمانة حسيت بلحظة من اللحظات إنه القناة فيها يعني فيها حاجة مش طبيعية. حسيت إنه فيها، ما بعرف، كأنها مخترقة، لأنه بتصير كانت شغلات أنا ما عملتها في القناة، وأنا الشخص الوحيد اللي بتحكم بتفاصيل القناة كاملة. فكانت المواضيع بصراحة ملفتة للنظر. يعني مين الشخص اللي بيحاول يعبث القناة؟ مين الشخص اللي بيحاول يتحكم بأمور القناة بغيابي؟ حسيت يعني مرة من المرات لما جيت أدخل على القناة، حسيت إنه في حركات موجودة بالقناة وأنا فيها، مش أنا اللي بعملها. فعرفت وفهمت إنه الموضوع يعني في محاولة اختراق للقناة، محاولة يعني محاولة إسكات لبعض المواضيع اللي بتخص أهلنا بغزة. على طول طبعا دخلت على الحساب الخاص بالقناة وغيرت بعض الأمور، والحمد لله رب العالمين. يعني عملت بعض الأمور اللي بتخص الأمان الخاص بالقناة، ومشيت الأمور. بعد هيك صارت تيجي إيميلات. طبعا الشخص اللي حاول يخترق القناة دخل على الأكيد دخل على الحساب الشخصي وعرف التفاصيل الشخصية من الملف الشخصي، وعرف الإيميل تبع القناة. صارت تيجي إيميلات إنه يعني حاولوا تبعدوا عن المواضيع اللي بتخص غزة، وإلا راح يتم سرقة القناة وراح يتم إيقاف القناة وراح يتم، يعني صار مواضيع بصراحة. يعني هاي المواضيع ما أعتقد إنه بتخص، يعني ما أعتقد إنه إجت من ناس يعني محبين للشعب اللي بغزة أو لأطفال غزة. أكيد هي صارت من أعداء غزة وأطفال غزة. طبعا على طول عملت حظر للإيميلات اللي وصلت وما رديت عليها. آه، ان شاء الله طبعا ان شاء الله اكون يعني قدرت اني امن القناه بعد التفاصيل اللي عملتها، بعد التفاصيل اللي بتخص حركات الامان بالقناه. واتمنى ان شاء الله يعني اتمنى تنتهي المأساة ان شاء الله باقرب فرصه، ويرجع الوضع في غزه ان شاء الله زي اول واحسن. وبحب احكي للناس اللي حاولوا اللي يخترقوا الحساب ويلعبوا ويعبثوا في القناه،
انه اي شيء بخص اطفال غزة، خصوصا انه يعني احنا القناة هاي بتخص الاطفال يعني بشكل رئيسي، او الاطفال هم الهم الاول للقناة. اي شيء بخص اطفال غزة راح ينزل، ان كان بوستات، ان كان شورتات، فيديوهات، اي شيء. وربنا ان شاء الله يا رب يعني يقدرنا ان شاء الله على